دي هي التيجو 7 العادية التقفيل المحلي 2027. أكتر عربية المصريين بتحبها في فئة الاس يو في في حدود المليون جنيه. التيجو 7 بتنزل بفئتين، أول فئة مليون وعشرة والتاني فئة مليون 80. وأنا آسف لو اتلخبطت في فيديو الهافالز جولاين، قلت لكم السعر مختلف، قلت لكم العربية أعلى فئة مليون 200 وللأسف كانت مليون 100، فأنا اتلخبطت وأنا بحضر الفيديو في السعر، لكن السعر الأعلى فئة في الهافالز جولاين كان مليون 100. تصميم العربية تحسوه كلاسيك، مش زي الاريزو 6 جي تي اللي احنا عملناها، تحسه اهدى منها وتصميم قديم شويه، مش احدث تصميم واجمل تصميم هنشوفه في الفئه دي، ولكن هو تصميم عادي، هو تصميم عربيه عائليه عاديه خالص، ما فيهوش بقى تصميم فيتشرستيك مثلا زي الاريزو 6. كان تصميمها الصراحه حلو ومصروف عليه، لكن دي تصميم عادي خالص ومكمل معانا بقاله كتير. في التقفيل قبل ما يكون مصري والتقفيل المصري هي نفس التصميم، مفيش اي اختلاف، والانوار ال اي دي عاديه خالص، الاشارات مش ال اي دي عاديه برضو، وهنا حته بالكروم كبيره هنا زي ما انتم شايفين، والشبكه هنا بالبيانو بلاك، وفيها كده علامه شيري وفتحات تهويه كده خارجه بارزه لبره، وفي برضه فتحات تهويه من تحت عامله كده شكل اشكال لذيذه، وفوق لايت عامله كانه فتحه شكمان، يعني دي شكلها كده عامله كانها فتحه شكمان كبيره بزياده لبره، ولكن قشطه لذيذه. فيها حساسات اماميه زي ما انتم شايفين، دي ميزه كويسه جدا في العربيه، وده تصميم العربيه الامامي ما فيهوش حاجه مختلفه او مميزه بزياده، عادي. طول العربيه متر ونص و5 سم، وعرض العربيه متر 837، فالعربيه عاليه قوي عن الارض، والعربيه اس يو في وحجمها حلو قوي او عائليه قوي. طيب ارتفاع العربيه من الارض عالي زي ما انتم شايفين، العربيه عاليه قوي مع الارض، العربيه دي اس يو في صريحه يعني. طول العربيه حوالي من تحت الارض هنا حوالي 21 سم، ده اللي بيقولوه في الانستراكشنز، بس انا حاسس ان هو اكتر من كده، يعني حاسس العربيه ارتفاعها كبير مع الارض اكتر ما هم قايلين. في هنا حته كروم زي ما انتم شايفين وفيبر تحت، ومكمل هنا برضو عند كاوتش العربيه عشان الحكات بقى والكلام ده، هم عارفين السوق المصري وعارفين ارتفاع العربيه بيبقى ازاي، والحاجات الفيبر دي برضو تبقى موجوده عشان تحمي العربيه، فهم عارفين المصريين بيبقوا عايزين ايه وبيحطوه في العربيات اللي بتيجي مصر، عشان كمان العربيه دي تقفيل مصري. ففي روف راك فوق زي ما انتم شايفين، والعربيه فيها كيلس انتري، والاشارات من هنا بشكل جديد، مش هنا في المرايه، موجوده هنا في الحته دي. وتصميم العربيه مجملا حلو من الجنب، والعربيه كبيره على الارض وليها حضور برضو يعني. تصميم العربيه الخلفي هو برضو ما اتغيرش، هو نفس اللي كان بينزل في التقفيل الخارجي، وفي التقفيل المحلي هو فهو التصميم زي ما قلت لكم هو مش تصميم جامد الصراحه زي الاريزو 6. الاريزو 6 كان تصميمها حلو، فهم لو نزلوا مثلا فيس ليفت شبه اريزو 6 بس بنفس الموتور هتبقى احلى اكيد الصراحه يعني. محتاجه العربيه دي محتاجه فيس ليفت هتبقى حلوه قوي. الفوانيس هي ال اي دي اللي احنا عارفينها، فيها ليد بارز كده شكلها حلو من جوه، لوجو اريزو 7 زي ما انتم شايفين، وهنا لوجو العربيه نفسه. في مساحات هنا وسبويلر كبير شويه على حجم العربيه ولذيذ، نور الستوبات مستخبي جوه، شارك فين انتنه صغيره جدا. يعني هنا بقى في مفاجاه، هنا فيها فتحات شكمان حقيقيه، ودي حقيقيه خارجه، بصوا داخله كمان في الديفيوزر، يعني هو في الاريزو 6 المفروض رياضيه، المفروض يحطوا كمان الديفيوزر ده في الاريزو 6، لكن هو موجود في التيجو 7 مش موجود في الاريزو 6. فما علينا، المهم ان العربيه من ورا فيها كاميرا زي ما انتم شايفين من هنا برضو، بصوا هتلاقوا هنا كاميرا موجوده، وانور طبعا نمر. عربيه مغرقانه ميه عشان لسه مغسوله طبعا. مساحه شنطه العربيه 414 لتر، فيها جنط مؤقت احتياطي في اللذيذ منه، مساحه تخزين في الجناب وحته كده علقه، فيها نور شنطه خفيف في اللذيذ منه، هنا برضو في مساحه للتخزين، وهنا برضو دي عشان هاتشباك، العربيه هاتشباك طبعا، والشنطه مش كهرباء عاديه، فعشان كده فيها المسند ده. طيب العربيه مساحتها عائليه الصراحه، وهي بتخاطب عائله 5 افراد يا سيدي، ما فيش اي مشاكل، العربيه عائليه وفي اللذيذ منه يعني. جنطه العربيه 255 60 18 انش، اللي كانت التقفيل الخارجي كانت بتنزل 17 انش، ده بروفايل اكبر واعرض كمان، فالبروفايل ده حلو الصراحه، هو بروفايل حلو، هيبقى اكيد في دبدبه اكتر من العادي من النسخه القديمه، ولكن قشطه هو شكله حلو الصراحه. فيس ليفت خلوا الجنط بقى شكله برده في اللذيذ، وديسكات امامي وخلفي، فرامل العربيه كويسه ما حدش بيشتكي منها خالص من الناس اللي جربت العربيه، يعني اقصد على جروب الملاك. والجنط بقى احسن، الجنط القديم الصراحه كان شكله مش حلو، لكن الجديد بقى في اللذيذ. والجنط برده ثباته، جنط الكاوتش العربيه سوري مقاسه حلو، وبيدي العربيه ثبات مناسب جدا على حجم العربيه وانها اس يو في. وفي حاجه بتميز العربيه دي قوي في فئتها ومش موجوده في اي فئه سعريه، في الفئه العربيه موجوده فيها فئه مليون جنيه او شبه معدومه، ما فيش عربيه فيها تعليق خلفي مالتي لينك في الفئه دي، والتعليق الامامي ماكفيرسون عادي، فالعربيه دي طريه ولذيذه، فالمالتي لينك ممكن يعوضك شويه عن الزيوت ال 18 اللي هي نزلت جديده، فدي حاجه كويسه، العربيه هتبقى طريه في المطبات ومش عنيفه قوي زي ما انت متخيل يعني. يا ترى ده انهي موتور؟ انا بشبه على الموتور ده نفس الموتور اللي في الشيري اريزو 6 اللي هي بتنزل فيه في مجموعه شيري،
هي الموتور ده عدى على العربيات شيري كلها غالبا، وموجود في كل العربيات شيري ومتجرب كتير الحمد لله، فدي حاجه كويسه برده مش وحشه. ال 1500 تربو بيخرج 145 حصان و210 نيوتن متر بتصنيع فتيس 6 نقلات دول كلاتش ويت. ولكن في شيري تيجو 7 اللي كانت بتنزل قبل دي كانت بتنزل بفتيس دراي، دي بقت ويت وبقت فتيس بقى اسرع شويه فايق اكتر. القديمه الصراحه فتيس بتاعها كان الناس بتقول ان هو بطيء، لكن هنا حسنوا الموضوع، فتيس بقى سريع وما بقاش يهنج ساعات كده في الاول والتاني، فبقى الموضوع لذيذ قوي. وموتور كويس على العربيه الصراحه ما فيهوش اي مشاكل. تسرع العربيه من 0 ل 100 هتكون في حدود 10 ثواني او حاجه زي كده، فهو كويس. الموتور كويس على حجم العربيه، والعربيه حجمها مش كبير، فالموتور ده كويس قوي عليها مفيش اي مشاكل. وهو في الاريزو 6 برضه جي تي اللي احنا صورناها مفيش اي اختلاف، والتقفيل المصري برضه هو زي الاريزو 6 مفيش اي اختلاف برضه هو. والموتور تحت شويه عشان دي ثبات، يعني مش شايف اختلاف عن الاريزو 6 في التقفيل، والتقفيل كويس. انا ما قلتلكوش ان هو في اي مشاكل في الاريزو 6 من ناحيه تقفيل الموتور او كده، كل حاجه ظاهره لك ومفيش اي مشاكل. وبالمناسبه البطاريه دي من مصر، البطاريه دي مصريه عشان تدعم مصر. وزي ما قلت لكم العربيه دي طولها 4 متر ونص و5 سنتي، فمساحات بحر. انت بص انا منزل رجلي تحت، ممكن حد يعني تاخد طفل تحت الكرسي. مساحات الصراحه حلوه قوي. مساحه الراس يعني لو حد اكتر من 180 سنتي هيتضايق الصراحه، لكن هي مساحات واسعه قوي، يعني كمساحات زي ما انتم شايفين. والليج روم والهيد روم كويسين، ولكن زي ما قلت لكم الهيد روم محتاجه يعني مينيمم حد مثلا يبقى 180 170 180 حلو قوي، اكتر من كده الراجل هيعاني شويه. بلاستيك طبعا مش هنتكلم عن الحته دي. هنا في جلد زي ما انتم شايفين في الباب، في اللذيذ منه حلو قوي. طيب مساحه النفق لا معدومه يعتبر، هو مساحه عقله بالكتير قوي. مساحه كويسه، وفي فتحتين تكييف ومكان تحط فيه موبايلك لو انت بتشحنه، ومخرجين يو اس بي اي عادي، فدي حاجه لذيذه قوي. عندك مخارج يعني ريتو 6 مش فاكر غالبا ما كانش فيها مخارج. وعندك هنا زي ما انتم شايفين مسند فيه 2 كاب هولدرز حلو قوي. وهنا مساحه تخزين صغيره تاخد ازازه مثلا نص لتر او لتر بالكتير قوي. اول حاجه هتلاحظها لما تدخل الكراسي عاديه يدويه مش كهرباء، وعندك هنا لوجو تيجو على العتب فكويس قوي. وهنا مساحات جلد، قصدي مساحات ايه اللي جلد، باب الامامي من فوق جلد وكويس. تقفيل الباب حلو فيه جلد كتير، والاكره برده بالكروم حلو قوي. دي بقى الحاجه مستفزه الصراحه، اكتر حاجه ما بحبهاش في العربيه دي. الطاره دي شكلها مش حلو قوي، يعني شكلها خالص مش حلو. يعني المفروض حتى يحطوا بتاعت ايزو 6 برده هنا هتبقى حلوه الجديده. الطاره شكلها غريب قوي، وما يعني الديزاين بتاعها مش مفهوم، يعني مش خارجه لبره مثلا او عامله ديزاين، لا هي مبططه كلها كده شكلها غريب. 3 سبوك ممكن اذواق، ممكن انا اللي مش بحبها بس ممكن ناس تحبها. انا عن نفسي ما بحبش الشكل ده وعايزهم يحطوا الجديده، هتبقى احسن بكتير بكتير اكيد. مفيش انا مساحه تخزين، ومواد سوفت. الصراحه مواد سوفت وحاجه كويسه جدا لحد جوه خالص، دي حاجه كويسه. التقفيل العربيه حلو مفيش مشاكل منه. وشاشه بتفكرني بالجيتور اكس 70، هم كان نفس المجموعه فهتلاقيهم بيحطوا نفس الحاجات، لكن اكيد هي مش زيها، هي اصغر شويه وفيها فتحات برضه تكييف نفس التصميم الاكس 70 اللي احنا صورناها. ومواد جلد، مواد الصراحه جلد كويسه قوي. الاشاره هنا زي ما انتم شايفين، شاشه في حدود مثلا 10 بوصه او 9 بوصه، شاشه كويسه مفيش اي مشاكل فيها. والعربيه فيها طبعا سنسورات زي ما قلت لكم، واوتو بارك. لا ما فيهاش اوتو بارك معلش، ده الستارت ستوب. فرامل الكهرباء. مساحه تخزين هنا فيها 2 كاب هولدرز ومكان لموبايلك. ما فيهاش وايرلس تشارجر، وده عادي في الفئه دي مفيش مشاكل. وهنا في مساحه تخزين وبتفتح سوفت، فدي حاجه في كويسه قوي، لكن كانت ناقصها وايرلس تشارجر. الريزو 6 جي تي كانت في نفس الفئه السعريه وفيها وايرلس تشارجر، بس ممكن عشان دي اس يو في ودي سيدان، فالاس يو في اكيد بتبقى بتكلفهم اكتر، فلازم يقللوا اوبشنز. والشاشه العداد نص ديجيتال ونص انالوج، فهو يعني مش احدث عداد، بس هو قشطه لذيذ يعني في الفئه السعريه دي مش وحش. وفي تيست شيفت باي واير 6 سرعات الويت اللي بقى سريع في النسخه الجديده ومحسن بكتير طبعا وبقى كويس قوي. في هنا عندك مرايه، وهنا في انوار ال اي دي ومساحه نضاره. وهنا برضو مرايه مفيش اي جديد. ومساحات التخزين اللي قدام ممكن تاخد ازازه لتر مثلا او لتر ونص، مساحه اكبر شويه من اللي ورا اصغر. والقعده الكراسي الجلد حلوه، بس انا انصحك تجيب الفئه العاليه عشان كراسي الجلد دي بتفرق قوي الصراحه في طرق السفر. لو انت بتسافر على دي خصوصا كتير، لا الكراسي دي هتفرق معاك قوي. دريكسيون العربيه اللي بقول لكم مش عاجبني قوي، والصراحه محتاج فيس ليفت ضروري لان هو شكله مش حلو قوي. هنا الشاشه اللي قلت لكم في حدود 8 انش او 9 انش، لذيذه وفيها فتحات تكييف هنا زي ما انتم شايفين. وهنا في مساحه تخزين بتفتح سوفت.
وهنا مكان للموبايل، وهنا برضو في مكان للموبايل واتنين كاب هولدرز. في مسند هنا جلد زي ما انتم شايفين، في مخرج ولاعة زي ما انتم شايفين اهو، وفتحة يو اس بي عادية. وهنا برضو في مكان تخزين وفتحة يو اس بي. الشيري تيجو 7 بتنزل اول فئة باتنين ايرباج، وتاني فئة 4 ايرباج. عشان كده انا بنصحكم طبعا تاني فئة هي قيمة مقابل سعر اكتر، وفيها الاوبشنز لازم تجيبها. فاكيد التاني فئة انا انصح بيها اكتر. والعربية دي كويسة قوي وعائلية واثبتت نفسها قوي في السوق المصري، وقطع غيرها موجودة جوه وبره التوكيل، مفيش مشاكل فيها. والعربية بقالها كذا سنة في السوق المصري، بقالها حوالي 5 سنين او حاجة كده متهيألي يعني. في العام اتذكر كان في حدود 5 سنين موجودة في السوق المصري. والصراحة يعني هي ممكن تكنولوجيا ما تبقاش احسن حاجة، ولكن هي عربية عائلية، هي عربية عائلية وأداءها حلو قوي، ولو محملها حتى مش هتبقى حاسسها إن هي تعبانة. فالعربية كويسة على حجمها، واس يو في وعائلية وزي الفل. والتقفيل المصري برضو كويس، مفيهوش مشاكل، يعني مشاكل بس فروقات بسيطة جدا اللي ممكن هتلاحظها في مثلا ما بين فرق فانوس وما بين فرق اكسدام، هتلاقي كده فروقات خفيفة قوي لو ركزت. ولكن الحاجات دي مش هتأثر يعني في العربية أو على قد بيع العربية، هي موجودة في كل العربيات. والعربية مجملا كويسة جدا الصراحة، ما فيهاش مشاكل وعائلية جدا. وحتى كمان في النسخة الجديدة المعدلة بقت فيها حاجات اوبشنز أكتر، مظبطين حاجات صغيرة بس بتفرق جدا في العربية. ممكن ما تلاحظهاش، لكن هي هتفرق معاك في العربية وأنت سايق مع عيلتك على طريق سفر أو جوه البلد. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا في ريفيو التيجو 7 التقفيل المحلي. وسبسكرايبك الجميل، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. قولوا لنا عايزين إيه عربيات المرة الجاية. سلام.